النهاية. أخيرا خلصت الرواية اللي هاخد عليها جايزة نوبل. حطيت فيها كل تعبي وشقاية. بكرة هيقولوا الكاتب الدكتور الحائز على جايزة نوبل. أكيد دي اللجنة. ألو؟ أيوة أنا. إيه؟ عايزين رقم نجيب محفوظ؟ إيه؟ كسب جايزة نوبل؟ طب وأنا؟ أنا كريستيانو رونالدو الرواية، لكن هو ميسي؟ هي دي لجنة نوبل ولا البالون دور؟ ولا يهمني، بكرة هاخد الجايزة وهيتصلوا بيا ولا هعبرهم. هو ايه اللي على وزن قارة؟ خيرة سارة. يا عبيط، الناس ما بيهمهاش حاجة غير المظاهر. ليه؟ عشان انا مش محرموش؟ وانا عجباني اللي مش داعم وهاكلكوا في نوع غيري. وصلت للقمر؟ تقريبا كده. تقريبا كده. هو في كاتب اسمه ويليام شكسبير؟ ها؟ عايز اعمل جديد. بابا مع كتبي على السفرة. تيفي. انت مش مرتبط اصلا. فيها متابعة على الخريطة، وانا ايه اللي مقعدني معاك؟ فكرتني بالهم يا اخي. انا ماشي. النهاية. أخيرا خلصت الرواية اللي هاخد بيها جايزة نوبل. اهلا وسهلا بيكم بالمختصر المفيد. هنكمل المره دي الجزء الثاني من ثلاثيه نجيب محفوظ قصر الشوق. لو حابب تعرف عن الجزء الاول بين القصرين هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. بتبدا قصر الشوق بنفس الروتين اللي بنشوفه في الجزء الاول، لكن المره دي ظهر العمر على اصحابه. امينه والسيد احمد عبد الجواد بان عليهم الكوب. كمال بقى في البكالوريا ومستني النتيجه. زينب وياسين لسه متطلقين وبينهم طفل اسمه رضوان. ولسه ياسين نسخه مراهقه من ابوه. عيشه معاها نعيمه وعثمان ومحمد. وخديجه معاها عبد المنعم واحمد. وفهمي اللي مات ذكراه في القلب. لكن الحياه ماشيه. بعد ما يكون عدى على الحادثه دي 5 سنين، السيد احمد عبد الجواد رجع لسهراته لكن ما رجعش للستات. واصحابه بيحاولوا يقنعوه يروح معاهم العوامه. ياسين عينه على مريم، وده بعد ما اتطلقت ورجعت جارتهم تاني. بس ذكرى فهمي هي اللي منعاه. وكمال كره الانجليز ووقع في حب واحده اسمها عايده، اخت صديق ليه. هي من اسره غنيه وعاشت وقت كبير قوي في فرنسا، وده خلاها حب مستحيل او حب عذري او يمكن يكون كمان من طرف واحد. واصبح السيد احمد عبد الجواد اقل في التزمت في البيت، لكن ده ما منعوش يتناقش مع كمال في مستقبله، لانه عايز يخش مدرسه المعلمين وهو شايف ان ده اقل منه، وانه المفروض يخش الحقوق عشان يكون قاضي ولا وزير. لكن ثقافه الفكر واصل الحياه رد عليه الرد المشهور: اصل الحياه ادم واخرها الجنه والنار. الا انه ما بقاش بالتزمت اللي خليه يفرض رايه على ابنه، فسابه يفكر قرر حياته تمشي ازاي. وكمال وصاحبه فؤاد ابن وكيل ابوه في الدكانه، مع انهم ضدين لكنهم بيتكلموا ويتناقشوا ويتمشوا سوا. لكن مين وقع في شباك العوالم بمجرد ما حط رجله في العوامه؟ السيد احمد عبد الجواد. مع زبيده؟ لا. مع جليله؟ لا برضه. مع زنوبه العواده لو فاكرينها. والصراحه هي تقلت عليه في مقابل ان هو يجيب لها عوامه ولا بيت يبقى بتاعها وتستقل عن خالتها زبيده. في الدكان راح ياسين يفاتح ابوه انه عاوز يتجوز مريم، ومع اعتراض ابوه وخصوصا ان ليه ماضي مع ام مريم، لكن ما يقدرش يقول علشان ياسين يقنع ابوه بالموافقه. لكن ما قدرش يقنع مرات ابوه امينه بسبب ذكرى فهمي، وقرر يتجوزها ويتنقل بيها لبيت والدته اللي ماتت في قصر الشوق. لكن بيت قصر الشوق بتزوره ام مريم وكأنه نسخة من ابوه في افعاله، ورغم اللي عمله مع ام مريم لكن قرر يتجوز مريم. وبنشوف في الرواية شدة حب كمال لعايدة، وجواز ياسين اللي بعد اسبوعين ابتلى بفضيحة من ام مريم اللي اتجوزت بياع اصغر منها ومتجوز وعنده عيال. بس القدر كمل الموضوع بانها مصابة بالسكر وماتت بسرعة. بنتابع في الرواية حب كمال الفلسفي لعايدة، حب مش منتظر منه اي نتيجة غير ان بس عينه تشوفها ولو للحظة او لثانية، وده في وقت ما يروح يقعد مع اخوها اللي هو صديقه. وانتهت باعلان اخوها خطوبة عايدة على صاحبهم الثالث الارستقراطي. وياسين قابل زنوبة في الطريق وسكروا، وكالعادة خدوا الغباء وخدها على بيته في قصر الشوق عشان تقفشه مريم معاها ويطلق مريم. وده بعد فضيحة مجلجلة في البيت، الا ان الفضيحة دي الحمد لله ما وصلتش للسيد. زنوبة قالت لياسين ان رفيقها عايز يتجوزها. طبعا احنا عارفين مين رفيقها. ولما رجعت العوامة قالت لرفيقها ان هي زهقت من الحرام وان في حد ابن حلال عايز يتجوزها. فاتجوزوا
يا تتجوز التاني. طبعا رفيقها السيد احمد عبد الجواد رفض واداها من المنقي يا خيار بعد ما غلب قلبه ناحيتها وقطع علاقته بيها. بس كان بيعدي ناحيه العوامه كل فتره وشافها خارجه ومشي وراها وعرف ان اللي وراها ياسين. هو فرح بابنه اللي طلع شبهه، بس كان في وجع بيهاجمه، تعب. على الناحيه التانيه عايده اتجوزت، وكمال عرف ان الكل كان عارف انه العاشق الولهان بيها، وكان بالنسبه لهم نكته لطيفه. وياسين اتجوز زنوبه، لكن السيد احمد عبد الجواد ما عرفش منه، عرف من ابو طليقه ياسين زينب وجد حفيده رضوان اللي عارف زنوبه زي ما السيد يعرفها. واتفقوا بسبب الموضوع ده ان رضوان يفضل في حضانه الجد محمد عفت، ما هو اكيد مش هتربيه علمه. كمال بعد كل اللي حصل معاه كفر بكل القيم، وكمان دراسته وقرايته خلته يراجع دينه وافكاره، وقرر يجرب كل شيء كان رافضه، الخمور والنسوان. وهو مستني في احد بيوت الدعاره لقى مين داخل عليه؟ لا مش السيد احمد عبد الجواد، ابنه واخو كمال الكبير ياسين. طبعا صاحبنا لما شافه عمل فرح واتأكد ان العيلة بيجري في دمها كلها الفرح والفرفشة، وبيقعدوا يضحكوا سوا. وبيعرف كمان منه الوجه الاخر للسيد احمد عبد الجواد اللي بنتفاجئ بيه في العوامة في ليلة من لياليه، لكن فجأة بيقع من طوله. مرض الضغط اللي الدكتور حذره منه هجم عليه وخلاه يقعد في البيت اسابيع ويحس بقرب النهاية، ويقرر التوبة وياخد ولاده لزيارة الحسين علشان يشكر ربنا على نجاته من الموت. لكن ضربات القدر ما بتسيبش الأسرة الكريمة. فرع السكرية بيصيبهم مرض التيفود، بيصيب محمد وعثمان أولاد عيشة وأبوهم كمان في نفس الوقت اللي زنوبة بتولد فيه. وياسين رايح جاي ما بين قصر الشوق والسكرية، الحالة خطيرة في السكرية والدكاترة بيقولوا إنهم في خطر. ياسين وكمال بيتكلموا سوا عن كل ده، وكمان بيجي خبر وفاة سعد زغلول في وسط اليوم الصعب ده، كأن مصايب كمال ناقصة. بيطلب منه ياسين إنه يفضل مع الأطفال في بين القصرين، وهو هيتنقل بين بيته وبين عيشه وبيسيبه وبيسلم عليه وبس كده. هنا بينتهي الجزء الثاني من الثلاثيه العظيم، بتسيبنا في ذروه احداث الاسره بعد فصل غريب من فصول اسره السيد احمد عبد الجواد وتحول شخصيته. اي كاتب اكيد بيتاثر بالواقع اللي هو عايشه. هل في مؤشر سياسي جوه الروايه عن عبد الناصر واللي مسك الحكم في نفس فتره نشر الروايه؟ عظمه الروايه انها مش معتمده على الحبكه بشكل اساسي، لا هي معتمده على تحليل وجهه نظر الشخصيات وتأثيرهم، خصوصا في الجزء ده اللي بنشوف فيه كمال وكل تحولاته وتغيراته لحظة بلحظة. بنشوف تحول البراءة النفسية لشراسة فكرية وعقلية. في الجزء الأول التركيز كان على الفاعل الإيجابي السيد وفهمي، الفاعل السلبي أمينة وياسين. المرة دي التركيز على المتمسك بالماضي السيد والسائر المتجدد كمال. يا ترى ايه اللي مستنينا في الجزء الثالث من الثلاثية؟ حاولوا تقروها، لو ما عرفتوش اديكم خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. اشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.